بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس الاسم الممدود. يلا بينا نتعرف أول حاجة إيه هو الاسم الممدود. أول حاجة هو اسم معرب. كلمة معرب يعني ليس مبني، وطبعا احنا واخدين الأسماء المبنية بتكون اسم إشارة، اسم موصول، ضمائر، أسماء شرط، أسماء استفهام، بعض الظروف. قلنا اسم معرب وليس مبني. آخره همزة، آخره همزة، قبلها الهمزة دي بيكون قبلها ألف زائدة. اسم معرب آخره همزة آخره همزة، قبلها ألف زائدة. الألف دي لابد أن تكون مسبوقة بحرفين أو أكثر. كمان مرة نقول كمان مرة التعريف إيه هو الاسم الممدود. هو اسم معرب آخره همزة، قبلها ألف زائدة. الهمزة قبلها ألف زائدة مسبوقة. هذه الألف تسبق بحرفين أو أكثر. قلت حرفين أو أكثر، ما قلتش أقل من حرفين. يعني سيادتك لما تجيب لي كلمة زي كلمة داء دي، بص الألف هنا قبلها حرف واحد، شكرا، مش اسم ممدود. كلمة ماء، الألف أهي، ما آخرها همزة وقبلها ألف أهي، بس هل الألف دي قبلها حرفين؟ لا شكرا، مش اسم ممدود. كذلك بعض الحروف زي الباء والحاء. ايه اللي حصل يا مستر؟ الباء هنا يا مستر الالف قبلها حرف واحد، لا مش اسم ممدود، ده اصل حرف. خلاص، يبقى الاسم ممدود احنا اتفقنا هو اسم معرب يعني ليس مبني، اخره همزه قبلها الف زائده. الالف الزائده دي لابد ان تكون مسبوقه بحرفين او اكثر. تمام. تمام. يلا نكمل. اديني امثله على الاسم الممدود. اقول لك انا عندي كلمه زي كلمه ابتداء، كلمه زي كلمه انشاء، كلمه زي كلمه قراء، كلمة زي وضاء. طيب ايه تاني؟ عندي كلمة زي صحراء، زي حسناء، شقراء. ايه تالت؟ اقول لك زي كلمة سماء، بناء. حضرتك لاحظت ان الكلمة دي اخر، او الكلمات دي كلها اخرها همزة وقبلها الف زائدة، زي ما انت شايف اهي، وقبل الالف يا اما حرفين او اكثر زي ما انت شايف من خلال الامثلة دي كلها. حضرتك المطلوب مننا دلوقتي تثنية وجمع الاسم الممدود. قبل ما نخلي اسم ممدود مثنى او نخليه جمع، لابد ان احنا نعرف، ها، نعرف اصل الهمزه اللي فيه دي ايه، او نوع الهمزه بتاعته، نوع الهمزه ايه بتاعته. ليه بقى؟ لان انا عندي ثلاث انواع من الهمزه. في همزه اصليه، في همزه منقلبه عن اصل، في همزه زائده للتانيث. يبقى قبل ما نحول المثنى او الجمع لازم نعرف نوع الهمزه. تعالوا مع بعضنا نعرف نوع الهمزة، بعد كده نحوله للمثنى أو الجمع. أهو أنواع همزة الممدود. قال لك احنا اتفقنا إن هم ثلاث أنواع. أول نوع فيه همزة أصلية، فيه همزة منقلبة عن أصل، فيه همزة زائدة للتأنيث. تعال مع بعضنا ازاي نعرف نوع الهمزة. طبعا انت اخدنا في منهج تانية اعدادي، تمام، الكشف المعاجم، وازاي نعرف اصل الكلمة والمادة بتاعتها ايه. فاحنا دلوقتي في اولى ثانوي هنستفيد من منهج تانية اعدادي علشان هنجيب اصل الكلمة.
أصل الإيه الكلمة. يعني على سبيل المثال كلمة ابتداء، المادة بتاعتها إيه؟ هتقول المادة بتاعتها بدأ. أقول لك صح. لما جبنا الأصل بتاعها لقينا فيه الهمزة موجودة. أقول لك جميل، يبقى الهمزة دي أصلية لأن جت في الأصل. كذلك لو جبت الماضي منها ابتدأ، المضارع منها برضه كان لها فيه همزة. كذلك الأمر، مهما تحول الفعل أو الكلمة اللي قدام منا ديت نحولها لأي فعل هنلاقي فيه همزة. جبنا الأصل هنلاقي فيه همزة. كلمة إنشاء، هتقول لي إنشاء الماضي منها أنشأ، المضارع ينشئ. المادة بتاعتها يا مستر وائل الأصلية بتاعتها لما أجي أعرف في المعجم في مادة نشأ، فالهمزة موجودة معايا في كل حاجة بعملها. كذلك كلمة قراء، هتقول لي يا مستر قرأ يقرأ اقرأ، مادتها قرأ، يبقى الهمزة أصلية. يبقى الهمزة الأصلية يا ولاد بنعرفها يا إما نجيب الماضي بتاعها، تمام، يا إما نجيب المادة بتاعتها. أحسن المادة بتاعتها أفضل، هي اللي بتعرفنا نوع الهمزة. والله سيادتك لقيت الهمزة معانا المادة بتاعتها فيها همزة برضك، يبقى الهمزة اسمها همزة أصلية. طيب الهمزة المنقلبة عن أصل يعني إيه؟ يعني الهمزة دي كانت أصلها حاجة من الاتنين، يا أصلها واو يا أصلها ياء. واو أو ياء بنعرفها إزاي يا حبيبي؟ طب ما إحنا اتفقنا برضك بنجيب المادة بتاعتها. يعني نقول كلمة سماء، سماء، هتقول لي يا مستر سماء المضارع منها يسمو سما، سماوات المادة بتاعتها سماوات، فالمادة فيها حرف الواو أساسا. هتقول لي يبقى الهمزة دي اللي أنت شايفها بعينك دي منقلبة عن أصل واو، كانت أصلها واو يا ولاد، كانت أصلها سماو سماو، ها، يبقى الهمزة كانت أصلها واو. هتقول لي بناء، المادة بتاعتها بنى يا، يبقى يا مستر بناء يبني بنى أهي، يبقى آخرها يا مستر يا أهي، يبقى الهمزة دي كانت أصلها ياء، كان بناي بناي، يبقى الهمزة دي منقلبة عن أصل الياء. فدلوقتي عرفنا إزاي نجيب. كذلك كلمة إيه قضاء، قضايا، يبقى الهمزة المنقلبة بجيب من خلال المادة أو الكشف المعجم، ها، او الفعل الماضي، تمام، بلاقي ان الهمزه دي كانت اصلها واو او ياء. طيب يا مستر وائل الهمزه الزائده للتانيث ودايما بتيجي على وزن فعلاء فعلاء فعلاء، ها فعلاء. الهمزه الزائده للتانيث لما اجي اقول لك كلمه صحراء، اقول لك شقراء، اقول لك حسناء، واكتب زي ما تكتب بقى. حضرتك عرفت ازاي دي همزه زائده للتانيث؟ اقول لك بص يا ابني، صحراء الماده بتاعتها ايه؟ تقول لي صحراء. شقراء شقراء. حسناء حسناء. هل حضرتك لقيت في المادة بتاعتها همزة أو واو أو ياء؟ تقول لي لا. حلو قوي. أدام الكلمة زي صحراء أو شقراء أو حسناء، المادة بتاعتها ما فيهاش لا همزة ولا هي منقلبة عن أصل، يعني لا هي فيها همزة أصلية ولا هي منقلبة عن أصل، لا هي أصلية ولا منقلبة، يبقى أكيد زائدة للتأنيث. دايما الزائدة للتأنيث بتيجي على وزن يا ولاد فعل، فعل، تمام. طيب يبقى دلوقتي اتفقنا على ان احنا قدرنا دلوقتي نعرف نوع الهمزه. قلنا اصليه الماده بتاعتها فيها همزه، منقلبه لما اكشف في المعجم او اجيب الماده بتاعتها بلاقي اصلها واو او ياء، زائده للتانيث تيجي على وزن فعلاء، بيكون قبل الالف والهمزه 3 حروف. مصر الماده بتاعتها اساسا لا فيها همزه عشان اقول عليها اصليه، ولا هي فيها واو ولا ياء عشان اقول منقلبه عن اصل واو او ياء. خلاص كده عرفنا نوع الهمزه صح. يلا بينا مع بعضنا دلوقتي نجيب طريقة تثنية وجمع الاسم، طريقة تثنية وجمع الاسم من دول اهو. طريقة تثنية وجمع الاسم الممدود، ازاي نحوله مثنى او ازاي نحوله جمع. هنتعلم دلوقتي ازاي نحول الهمزة الأصلية للمثنى ولجمع المذكر جمع المؤنث السالم، بعد كده نجيب جمع المذكر ايه السالم. تعال نتعامل مع بعضنا على الهمزة الأصلية.
وخدنا ناخد مثالين حتى. تمام. هناخد مثلا كلمة إنشاء، وهناخد كلمة قارة. تعالى معايا. طبعا احنا قلنا المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، علامة الإعراب بتاعته الألف أو الياء. جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. حلو، عرفنا علامة الإعراب. قال لك الهمزة الأصلية يا حبيبي مالها؟ لما أجي أثني الكلمة مالها يعني؟ قال لك تبقى كما هي، ما بتتغيرش لأنها أصلية، غير ليه أساسا. يبقى الهمزة الأصلية مالها؟ تبقى كما هي، ما بتتغيراش. أصل حاجة أصلية حضرتك تغيرها ليه؟ تقصد إن بتفضل معايا في المثنى والجمع؟ أيوه. يعني لما أقول كلمة إنشاء دي، تمام، تعال نخليها مثنى، ها، تثنية للمثنى، ونخليها جمع مؤنث أو جمع مذكر. أقول لك تعالى إنشاء، هتقول لي استنى بس الأول هنكتب إنشاء يا مستر ورد زي ما هي، والهمزة زي ما هي ما بغيرهاش. معقول؟ أيوه، عشان الهمزة أصلية تبقى كما هي. بعد كده أحط علامة التثنية، الرفع الألف والنون، إنشاءان، أو أقول إنشاءين. يبقى إنشاءان في حالة الرفع، إنشاءين في حالة النصب والجر. طيب الجمع المؤنث السالم، هتقول لي إنشاءات. الجمع المذكر السالم لا يجوز، ما ينفعش، لأن الجمع المذكر السالم لابد أن يكون علم لمذكر عاقل، تمام، أو يكون صفة لمذكر عاقل. يبقى مش أي حاجة تجمع جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم يكون علم لمذكر عاقل وليه شروط كمان، أو صفة لمذكر عاقل ولها شروط كمان. تمام. طيب تعالى نشوف كلمة قراء. قراء تنفع. قراء بتعود على أو بتطلق على المذكر، هذا رجل قراء، يبقى بتعود على علم مذكر. جميل قوي. تعال نخليها مثنى. تقول لي استنى، ما هي قراء المادة بتاعتها قرأ. أقول لك صح، يبقى الهمزة أصلية، وأدام أصلية يا مستر وائل لابد إن هي تبقى كما هي، ما تغيرهاش بعد إذنك. يلا نكتب قراء. أدي قراء أهي. الهمزة فضلت؟ أيوه فضلت يا مستر. ليه؟ عشان أصلية. يلا حط الألف والنون بتاعت علامة الرفع، أو الياء والنون بتاعت علامة النصب والجر، فأقول قرآن أو قرآين. طيب يا مستر، هي مش قراء دي تنفع تجمع جمع مؤنث سالم؟ اقول لك لا، هو انا قلت قراءة؟ ما لو قراءة قراءة، قراءتان، قراءتين، قراءات تنفع في حالة التأنيث، لكن هنا نعامل معاملة المذكر قراء. طيب يا مستر وائل ما تنفعش جمع مؤنث. طب تنفع جمع مذكر؟ ايوه طبعا. طب الهمزة دي هتعمل ايه؟ قال لك ما احنا اتفقنا حبيبي ان الهمزة اصلية بتفضل زي ما هي قراءة اهي. يلا نحط علامة الإعراب. جمع مذكر سالم بيرفع بالواو، يلا قراؤون أو قرائين. هو أنت حطيت الهمزة ليه على النبرة؟ عشان الهمزة مكسورة، والكسرة دي أقوى الحركات، فالطبيعي لازم تحط على نبرة. أقول لك صح. كده عرفنا لما تكون الهمزة أصلية بتبقى كما هي، كل اللي بنزوده علامة الإعراب بتاعت المثنى في حالة الرفع أو النصب أو الجر، أو جمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم. تمام. طيب يلا مع بعضنا دلوقتي هناخد نوع جديد من الهمزة، اللي هي الهمزة. نمسك الهمزة الزائدة للتأنيث الأول. لما أكون أهي الهمزة الزائدة للتأنيث، افتكر كلامي كويس، أنا قايل لي إيه؟ للتأنيث، يعني تجمع جمع مؤنث سالم، ما ينفعش أجمعها جمع مذكر سالم. عشان كده بقول عليها الهمزة الزائدة للتأنيث. ركز معايا، اوعى تستعجل وتجيبها جمع مذكر سالم، هي أساسا مؤنثة،
واتفقنا ان الهمزة الزائدة للتأنيث بتيجي على وزن فعلاء. واتفقنا ان المادة بتاعتها لا بنلاقي فيها همزة ولا بنلاقي فيها واو او ياء. الهمزة الزائدة للتأنيث هناخد بس كلمتين نتعامل معاهم. طب يا مستر وائل، الهمزة الزائدة للتأنيث لما تيجي تحولها للمثنى أو الجمع هل بيحصل تغيير؟ أيوه بيحصل تغيير. إيه التغيير اللي بيحصل؟ قال لي تقلب الهمزة إلى واو. دي قاعدة يا أولاد لازم نحفظها. الهمزة يا مستر الزائدة للتأنيث بتقلب لواو. طب يلا ناخد أمثلة مع بعضنا، ناخد مثالين حتى. صحراء، يلا ناخد أمثلة شائعة زي الصحراء. هتقول لي مادتها صحراء، ما فيش لا فيها همزة أصلية ولا همزة منقلبة. طيب إيه تاني؟ شقراء، حسناء، أهي يا مستر نفس النظام، حسناء وشقراء. وإيه تاني؟ ونقول حمراء وخضراء. تمام، ده كله على وزن إيه؟ فعلاء. يلا نكتب حتى يا عم، يلا أهي. حمراء، مادتها المادة بتاعتها حمراء. ادام حمراء يبقى المادة بتاعتها لا فيها همزة، مش هقول عليها همزة أصلية، ولا منقلبة عن أصل واو أو ياء. تمام. واتفقنا إن الهمزة الزائدة للتانيث بتيجي على وزن الفعلاء. تمام. تعالى مع بعضنا يا مستر نخليها مثنى. احنا اتفقنا يا حبايبي إن الهمزة ده لابد أن تقلب إلى واو. يلا بعد إذنك اللون مغير كده عشان تبان. قلبتها الواو. الله، الواو جت منين؟ ما انا قايل لك ياض الهمزه الزائده للتانيث بتقلب لواو اهي. جميل، يلا بعد اذنك يلا حط لي علامه التثنيه وعلامه تثنيه. يلا صحراوان او صحراو. يلا هات اللون المغاير. صحراوين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل المعروف ان الهمزه اتحولت لواو. بعد كده حطيت علامه الرفع بتاعت المثنى، الالف والنون اهي، او علامه النصب والجر اللي هي الياء والنون. المثنى بيرفع بالالف والنصب ويجر بالياء. جميل قوي. طب تعالى بعد اذنك حولها لجمع مذكر سالم. قلت لك ممنوع، مش أنا لسه قايل لك في اول الفيديو ان الهمزه زائده للتانيث زائده ليه؟ للتانيث، لا تجمع جمع مذكر سالم، تجمع جمع مؤنث سالم بس. طيب يلا هنعمل ايه فيها يعني؟ قال لك اول حاجه بتحول الهمزه لواو. يلا زي ما احنا اشتغلنا صحراو اهي. يلا حط الالف والتاء بعد اذنك. طب نغير عشان يبقى نفس اللون، الواو دي نخليها بنفس اللون عشان انت حتى تحس ان في فرق، ده في تغيير. اهو صحراء، صحراو اهي. يلا حط الالف والتاء. يلا نقول ايه؟ صحراوات. بس موضوع سهل بسيط، كل اللي تعمله تحول همزه لواو بس. يلا حمراء نفس النظام. يلا قولوا اسمعكم بقى. يلا قولوا حمراوان. يلا حمراوين، حمراوان. بس الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج منك لا مجهود، بس شوية قواعد تحفظها وخلاص. هناخد تالت نوع اللي هي الهمزة المنقلبة عن أصل. واحنا اتفقنا منقلبة عن أصل واو أو إيه؟ أو ياء. الهمزة المنقلبة دي لها وشين يا ولاد، يعني فاهم؟ أي حاجة منقلبة أعرف لها وشين. إنسان متقلب ليه وشين. تمام. يا إما يا إما الوش الأول منقلب عن واو أو يا مستر وائل من الآخر، يعني همزة منقلبة افتكر وشين، واحد بيتقلب من وش لوش. كان طيب بقى شرير. مستر وائل اتحول، كان كويس وكيوت وحلو ولذيذ معاك، مرة واحدة قلب على الوش التاني. لما لقاك ما بتذاكرش قلب عليك على الوش التاني، يبقى أنا كده منقلب. كذلك الهمزة أيضا منقلبة يا أولاد. طب الهمزه المنقلبه يعني هتنقلب يعني ايه؟ الهمزه بتتحول يعني؟ اقول لك اه يا حبيبي. الهمزه المنقلبه دي والله لو كان على الوش الكيوت بتاعها الجميل ممكن تبقى كما هي، تبقى همزه كما هي، تبقى اي همزه
كما هي الحمد لله. طب اتقلبت هتبقى ايه؟ او تقلب الى واو. يا اما تبقى همزه، يا اما تبقى واو، يا اما تبقى همزه، يا اما تبقى واو. تمام. طب يلا ناخد مثال كده مع بعضنا كده. يلا. الهمزه المنقلبه ناخد امثله عليها. نغير، ناخد اللون ده. يلا اديني مثال. هقول لك هيبص الامثله المعروفه زي سماء، صفاء، بدناء، الحاجات اللي هي الشائعه على طول. اوكي ناخد كلمه سماء. سماء الماده بتاعتها السماء يا مستر وائل. يبقى الهمزه دي كانت اصلها سماء منقلبه عن واو، وعرفنا من الماده بتاعتها. الهمزه المنقلبه ليها وشين، يا اما تفضل زي ما هي، يا اما حضرتك تحولها لواو. زي ما انت عايز. تعالى يلا خليها في المثنى، مره نحولها، مره نخليها زي ما هي. يلا. سماء زي ما هي اهي، سماء الهمزه يا ولاد ما لعبتش فيها اهي. هنقول سماءان، مثنى مرفوعه اهي يا ولاد. لا والله ما عجباني يا مستر السماء بالهمزه. اوكي غيرها الواو، سماوان. ايه المشكله؟ ما هي همزه منقلبه ليها وشين، يا اما همزه يا اما واو. طب يلا نخليها منصوبه او مجروره. المثنى ينصب ويجر بايه؟ بالياء. يلا يا مستر بحبها زي ما هي، بنقولش الاصل بتاعها. سماء، سماء عين. لا والله يا مستر بوري الوش التاني، يقول لك سماوين. ما منقلبه على وشين، ايه المشكله؟ جميل قوي. طب يلا نخليها جمع مؤنث سالم. طبعا السماء لا تجمع جمع مذكر سالم، واحنا قلنا بقى ان جمع المذكر السالم يا اما علم لمذكر عاقل، يا اما صفه لمذكر ايه عاقل. يبقى تجمع جمع مؤنث سالم براحتك يا حبيبي. عايز تخليها همزه، سماءات، اوكي. سيادتك بترتاح في الواو اعملها واو، مش مشكله، مش عيب يعني ولا حاجه. ليه؟ لانك مديك مطلق الحريه تعمل ده او ده زي ما انت عايز. طب يلا يا مستر اديني مثال كده ممكن احوله لجمع مذكر سالم بدل ما انت ماسك لي في جمع المؤنث السالم. اقول لك تعالى ناخد مثال على جمع المذكر سالم زي كلمة بناء. خلينا بناء اهي، بناء. طيب بناء دي تقول استنى المادة بتاعتها ايه؟ بنايا. يبقى همزة منقلبة، والهمزة المنقلبة لها كام وش؟ وشين. اما ان تبقى همزة كما هي، واما ان تقلب الى واو. يلا يا مستر نخليها مثنى. اقول لك يلا كده مع بعضنا كده. بناء. يلا حط الالف والنون، بناءان، ممتاز. يلا حولها الواو، بناوان. صح. دي صح ودي صح، اللي انت عايز تكتبها اكتبها. طب يا مستر يلا نخليها مثنى منصوب او مجرور. بناءين او بناوين اهي. طب بعد اذنك نخليها جمع مؤنث سالم. يقول لك لا ممنوع، ما تنفعش، ما تنفعش. ليه يا حبيبي؟ بناء دي تطلق عليه يا ولاد. هذا رجل بناء، مذكر عاقل ايه؟ بتعود على مذكر عاقل. يبقى تجمع جمع ايه؟ معايا بسرعه، جمع ايه؟ مذكر سالم. يلا يا مستر نخليها مرفوع، يرفع بالواو. بناء. حط يلا الواو والنون. صح. والله ما عجباني، انا عايز الواو يا مستر المنقلبه الوشين. بناوون، دي صح ودي صح. طب يلا المثنى جمع المذكر السالم بينصب ويجر بالياء. يلا. بناء. هتقول لي بنا ايه ايه ايه، الهمزه مكسوره. اذا الهمزه تتحمل على ايه يا اولاد؟ على نبره. ركز لان الكسره دي اقوى الحركات. يبقى الهمزه على نبره. نقول ايه؟ بنا بنا إين. والله ما عجباني الهمزه يا حبيبي خليها واو، ايه المشكله وايه اللي مضايقك؟ بنا وين. يبقى دلوقتي اتعلمنا مع بعضنا ازاي نعمل او طريقه تسنيد وجمع الاسم الممدود. عرفنا ان اهم حاجه في الدرس بتاعنا سيادتك تعرف نوع الهمزه. نوع الهمزه ده بيساعدك جامد جدا انك تجيب المثنى او تجيب جمع المذكر السالم. وبكده نكون انتهينا من درس او من شرح درس الاسم الممدود. واتمنى تكونوا استفدتوا جميعا، واتمنى ان يكون طريقه شرحي او اسلوبي مناسب ليكم. وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله، ومع دروس جديدة مع بعضنا إن شاء الله. وجاري إعداد دروس إن شاء الله للصف الثالث الثانوي قريب جدا إن شاء الله. هنبدأ نعمل مراجعة جزئية للصف الثالث الثانوي. هعملهم بردك حصة مراجعة
على الزوم ساعتين، هنمسك فيه كل وحدة لوحدها، سواء أدب أو بلاغة أو نحو. بس ربنا يقدرنا إن شاء الله، هنوفر وقت برضك بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، وهنخصص وقت لطلابنا وحبايبنا بتوع الصف الثالث الثانوي. تمام. ونلتقي قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر وائل محمد حسن.